او الجيل ده يعني اتربى على الاحترام واحترام الصنايعي للصبي، الصبي للصنايعي. ايوه، هو صبي احكي لي اصلا. كده عن القصه دي. الاحترام حلو. اه. يعني مش معنى ان هو صبي انا هزقه. مش معنى ان هو صبي انت تهزقه. الحاج كان بيتعامل معاك ازاي؟ ايه؟ الحاج كان بيتعامل معاك ازاي؟ نفس ما بتعامل مع الاخ اللي هو. نفس ما بتتعامل معاه. عايز اعرف، هل احنا افتقدنا الحته ان الصبي يحترم الصنايعي بتاعه؟ اه طبعا. ولا دلوقتي يعني الوضع عادي زي ما هو، في احترام من الصبي للصنايعي وهكذا يعني؟ لا، اتقلد دلوقتي. الاحترام قل، بس عند الناس اللي بتفهم. عند الناس اللي بتفهم. هل يعني المهنه. الصبي لو بيفهم لازم يحترم الكبير. اه. واللصه بتاعه لازم يحترمه طبعا. وهو لازم مع يحترمه. ان انا كنت بصور مع حد قبل كده قال لي جمله شدتني كده، بيقول لي اللصه بتاعي كان بيديني على دماغي ايوه، وانا ما كنتش بفتح بقي. ايوه، ده الجيل بتاع زمان. اه. مش ما انا بتاع بكلمك في جيل زمان. مش بتاع النهارده. جيل النهارده ما بيستحملش الكلام ده طبعا. ما بيستحملش قلم. دايما الحرف اليدويه هي، مش عايز اقول كده وما بحبش اقول كلمه انقرضت او يعني بتخف عن الاول، ما عادتش موجوده زي زمان. المشكله هنا فين؟ هل المشكله في قله الايدي العامله نفسها، ولا اه، في ايه بالظبط؟ الورشه لو فيها عمال وبتاع بتقل عشان الصبيان كل دلوقتي بقى بيبص للماده. تمام. يعني هو زمان كنت بتدخل الورشه هدفك تتعلم، اه، لكن دلوقتي بتدخل انت هتديني كام؟ هتديني كام اول حاجه؟ ما اه، عجبوش الرقم؟ طبعا عليك. السلام عليكم. يعني ده سبب من اسباب ان ايوه، الحرف اليدويه ما بقاش عليها اقبال من ايوه، الحرفيين. ما بقاش في حد بيتعلم. ما بقاش في حد يراوي التعليم. لو يتعلم الصنعه.